البطل علي خليل. بلش سامي منصور. جول اول لنادي الزمالك، الجول الاولاني لنادي الزمالك. انا بقول جول والكره لسه ما دخلتش الجول. وراء بيلعبها انتوا مع حسن شحاته ويقدر يشوط حسن وكاس ناحيه شمال وكره حلوه جوه جول جوه جول. برافو يا حسن، برافو يا حسن. حسن اللي فاهم ووصل لخط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن ومنفرد بالجول. برافو يا حسن. هيعمل ايه؟ ولعب كره. يا سلام يا سلام. برافو يا علي. بيرقص حسن شحاته بيديله قدام وبيقول له امشي امشي امشي. هو الجول هو الجول هو الجول. جول 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 حسن شحاته. جول عادل عبد الواحد اداله وحسن مشي بثقه. حسن شحاته، محمد حلمي، مدحت مكي، حسن شحاته. هو جول الجول الاول لحسن شحاته في الدقيقه 28 من الشوط الثاني. لما هو الجول زي القنبله. كورنر. انا النهارده مش عارف اقول ايه، يعني انا مش عارف اقول ايه غير ان انا بشكر كل الساده الحضور وكل الساده النقاد الموجودين. وعاوز اقول يعني بالترتيب، لكن الترتيب ده هياخدني لحته تانيه. لكن انا بشكر الجميع على التكريم ده، وبشكر كل من كان موجودا خلال المرحله من 2005 حتى 2011. مش عاوز اقول كابتن سمير زاهر والانجازات اللي حصلت في عهده، وان شاء الله ربنا يا رب يديله الصحه وطول العمر. بشكر طبعا اعضاء مجلس الاداره، استاذ مرتضى منصور، الكابتن احمد سليمان الزمالك، الحاج محمد عبد الوهاب، الكابتن هادي خشبه من النادي الاهلي. يعني بشكر الحضور كلهم على التكريم ده. لكن عاوز اقول ان الانجازات اللي حصلت دي او اللي تمت خلال 6 سنوات او 7 سنوات دي انجازات يمكن هي يقال ان حسن شحاته السبب فيها، لكن انا بعتبر السبب فيها المجموعه او المنظومه اللي احنا كنا بنشتغل فيها، بدايه من الاعلام مرورا بمجلس الاداره، مرورا بالقياده السياسيه اللي كانت موجوده في الوقت ده واللي هي كانت بتدعم منتخب مصر بشكل كبير، بجانب طبعا الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه اللي كانت موجوده. فهو اللقب المفروض لازم ينسب للمنظومه كلها. وبشكر الكابتن سمير طبعا ان هو وهو تعبان ان هو صمم ان هو يكون موجود النهارده. لكن انا مش هقدر انسى برضو 2 من الرؤساء الاتحاد اللي كانوا موجودين او اللي انا اشتغلت معاهم، وهو كان اللي هو حرب الدهشوري والكابتن عصام عبد المنعم، اللي هو بنعتبر نقول ان هو السبب في ان احنا نكون موجودين. كل اللي كانوا موجودين في المنظومه انا بعتبر هو اللقب ده ينسب ليه. ده بقى بجانب الحاجه الاكبر والاكبر والاكبر، وهو الشعب المصري اللي كان داعم بشكل كبير جدا جدا لمنتخب مصر خلال المرحله دي، اللي ربنا جعلنا سبب ان احنا نسعده ونفرحه. يوم كبير النهارده وتكريم كبير، تحب تقول عنه ايه؟ يعني انا النهارده يعني يمكن انا في بعض الاحيان ببقى متكلم بعض الشيء. يعني النهارده ما عرفتش اتكلم من الموقف اللي احنا كنا فيه، من الحدث نفسه، من تكريم اتحاد الكره ليا بوجود مجالس ادارات نادي الزمالك والنادي الاهلي، بوجود كوكبه من اللاعبين وعلى راسهم الكابتن احمد حسن مدير الفريق القومي. كل الكلام ده يمكن انا ذكرت كل المنظومه وما اتكلمتش على اللاعبين، لان الموقف نفسه خلاني انسى حاجات كتيره كنت عاوز اقولها.